السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد لما أنت داخل الفيديو دلوقتي فأنت عايز تعرف إيه تجربتي في تحدي التسعين يوم. أنا خلصت تحدي التسعين يوم الحمد لله. هشوف دلوقتي أهداف اللي أنا حددتها في التحدي، هشوف خلصتها ولا مخلصتهاش. التحديات 7 تحديات، مع الفيديو كل تحدي هشوف أنا عملت أنجزت إيه فيه. يلا بينا نبدأ الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول هدف كان معي أعلى درجات في جميع الاختبارات. التحدي ديتي هنشوف دلوقتي من المنصات اللي أنا كنت مشترك فيها الترم دي أو في التحدي. هشوف من يوم 6/10 حتى يوم 4/1، هشوف أنا درجتي فيها في الأيام دي. نبدأ أول حاجة في العربي. خلينا نفتح التابلت. أول حاجة هشوف أنا جبت في الامتحان الشامل الأول كام. الامتحان الشامل الأول جبت فيه 46 من 40، اللي هو 90%. الامتحان الشامل التاني جبت فيه 34 من 40. الحمد لله درجاتي حتى الآن كويسة. شوف المادة التانية أو الكويز في الأحياء جبت فيه 40 من 50، اللي هو 80%. كان امتحان صعب والحمد لله جبت فيه درجة كويسة بالنسبة لي. الامتحان الشامل التاني جبت فيه نفس الدرجة برضو 40 من 50، اللي هو 80%. درجات حلوة حتى الآن. تشوفوا في أي مادة تاني. الامتحان الشامل الأول في الإنجليزي جبت فيه 21 من 26، اللي هو 81%. والامتحان الشامل التاني جبت فيه 30 من 35. بس باقي المواد ما كنتش باخد فيها، يعني كنت باخد فيها دروس أو خدت فيها شهور، مش كل شهور يعني على المنصة. درجات كويسة يعتبر. المهمة دي أول مهمة عملناه والحمد لله. تاني مهمة الوصول إلى 2500 مشترك أو 3000 مشترك. انت لو دخلت تشوف قناة دلوقتي تلقى فيه كان جايب 1350 مشترك. يعني أول تحدي يبقى ما نعملوش. التحدي التاني ما عملتوش، التحدي الأول عملته. تالت تحدي معانا هو تنزيل 20 فيديو على اليوتيوب. التحدي ده نزلت 14 فيديو بس الحمد لله. بس يعني أنا الصراحة قصرت جدا في الفيديوهات، ولكن يعني برضو ده التحدي التاني اللي أفشل فيه. رابع تحدي معانا هو تنزيل كل يوم، تنزيل يومي على التيك توك فيديو شورتس أو على التيك توك يعني. التحدي ده أنا بعد ما نزلت 40 فيديو لقيت ملوش فايدة، أو بضيع وقت على الفاضي انا بصور عشان انزل فيديو. وكده كده اصلا اليوتيوب او الفيديوهات الشورت والحاجات دي يعني مش احسن حاجة للفيديوهات زي اللي انا بعملها دي، اللي هو انزل روتين اليومي على التيك توك. حد يستفاد، المفروض ان الواحد ينزل معلومة، ينزل حاجة يفيد الناس. فبطلت ومكملتش فيه، بس هحاول يعني هنزل فيديوهات شورت اللي هي توعوية وفيديوهات او معلومات. خامس تحدي الانتظام في الرياضة. التحدي ده فشلت فيه يعني فشل كبير جدا. هذا أنا كنت ناوي إن كل يوم هعمل 20، يعني أعمل 3 تمرينات كل يوم. 3 تمرينات دول كل تمرين نوع وعدد تعدات فيه. أنا أخدت ممكن حوالي 10 أيام، أنا كل يوم بدأت يوم ويوم 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 لغاية ما بطلت خالص خالص. بطلت رياضة جد كلها، فيش ولا يوم عملت فيه رياضة. ممكن في آخر 50 يوم ما نزلتش ضغط. سادس تحدي هو تقليل استخدام الهاتف. وقال ولكن ما فيش أثر جديد إنه التقليل ما جابش فايدة. إنه بمسك التابلت بستعمله برضه، بسمع فيديوهات يوتيوب وحاجات برضه بضيع وقت فيه. الفرق إنه التليفون قل استخدامه، ولكن اللي قل فيه زاد في التابلت. حتى الآن ما نجحش غير في تحدي واحد. ده يقول لك إنه التحدي ده فشل بالنسبة لي أنا. الله أعلم ينجح مع حد تاني. أنا فشل على الآخر معي. وأحاول أراجع على المستوى الأول. أنا أخدت ممكن أول 30 يوم في التحدي ماشي صح، ولكن مش عارف أحصل. وبدأت التركيز بتاعي يقل حتى كله. أحاول أرجع في مستواي ثاني، حتى في الضغط، حتى في التركيز، حتى في حاجات كتير قل تركيزي. حاليا الفيديو ده يكون انتهى ان شاء الله. هحاول اجمع فكرة الفيديو جديد يكون تحدي برضو
وتحدي يكون أصعب ومستوى أعلى، وإن شاء الله مستوى مش أعلى، يكون يعني في مستوى أعلى كفكري، ونفس الوقت يكون أقدر أعمله ومش بسهولة، بس لو شديت على نفسي أقدر أعمله. لكن التحدي اللي أنا عملته كانت مهام صعبة ومهام مش مفهومة، أو يعني مهام عامة. يعني إيه ألتزم في الرياضة؟ مش المفروض مثلا أروح جيم أجدتي يبقى في مش عامي، أو مثلا بتاعت أعمل أو برضه في تحدي اللي هو أجيب أعلى درجات في كل الاختبارات، ده برضه تحدي عام. افترضنا الاختبارات اللي أنا دخلت ما كانت سهلة أو كان صعب، المفروض يبقى تحسين مستوى الدراسي. هبدأ مثلا أول قبل التحدي هشوف، أقارن الدرجات بتاعتي قبل التحدي وبعد التحدي، يبقى ده التحدي الصح. وبكده الفيديو يكون انتهى. ما تنسوش تصلوا على النبي، تشتركوا في القناة، حطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.